السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نصاوب معكم اليوم العسل بالقالب ديال السكر. غادي نحتاجوه ان شاء الله في رمضان اللي جاي ان شاء الله قريب. انا عندي هنا قالب ديال السكر 2 كيلو، يمكن لكم تعوضوهم ب2 كيلو ديال سنيده. درت عليهم هاد العويدات ديال القرفه. الا ما بغيتوش، الا ما كانش يعجبكم المذاق ديال القرفه يمكن لكم تستغناو عليهم. وعندي كبيت عليهم على هذا القالب ديال السكر كبيت عليه اطرو ديال الماء معبور. وعندي هنا هذه الحامضه شديتها وقطعتها هكا دوائر بلا ما نخرج، يمكن لكم تنقصوا منها. المهم انت يعجبني العسل يكون فيه المذاق ديال الحامض. انا تقسمات ليا معليش، غادي نديرها هكا تتجي سهله حتى فاش يطيب العسل. تحيديها كامله مجموعه بلا ما تبقاي تقلبي على دوك الطروفه ديال الحامض. صافي غادي نسد الكوكوط وغادي نرد العسل ديالي يطيب مده ديال 45 دقيقه، ونعاود نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالو. المهم في الاول غادي ندير له عافيه مجهده. فاش تدور الصفاره غادي نقص ندير عافيه مهيله ونحسب له 45 دقيقه، ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. غادي نستعمل الصفاره ضروري. صافي غادي نحسب له منين توصل 45 دقيقه ان شاء الله. غادي نحل عليه ونشوف واش طاب ولا باقي خاصني نردو. نعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. صافي من بعد 45 دقيقه حليت الكوكوط، لقيت العسل باقي خاصو واحد شويه. الحامض اللي عندي راه بدا تيقصاح، ولكن خاصني تيولي اللون ديالو بني ويقصاح. الحامض يكرم واحد شويه، ديك الساعه يكون واجد العسل ان شاء الله. انا غادي نعاود نسد عليه واحد 10 دقائق ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. ما يمكن لكم تخليو عليه محلول، تخليو كوكوط محلوله. صافي العسل ديالي من بعد 10 دقائق اللي خليته زادها. ها هو هانتوما الحامض راه ولا اللون ديالو قهوي، والعسل ولا اللون ديالو مغلوق. واخا يبان لكم دابا راه باقي خفيف باقي جاري، ما حدو تيبرد وهو تيقصاح. غادي يبرد ان شاء الله. غادي نصفي بعدا منه هاد الحامض وهاد العويدات ديال القرفه، وغادي نخليه يبرد ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله باش نوريكم كي جا العسل والدرجه ديال الخثوريه ديالو. المهم يمكن لكم دابا ديروه شويه في طبيسيل وندخلوه للثلاجه من المجمد باش تعرفوا القوام اللي بغيتو. العسل ديالي ها هو وجد، ها هو كما تتشوفوه هانتوما راه تيجي خاسر هانتوما قاصح. المهم العسل اللي تيصلح الشباكيه هو هذا، ضروري خاصو يكون قاصح باش يلصق على الشباكيه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تبعوا غير المقادير. المهم كما قلت لكم انا سديت عليه 45 دقيقه، من بعد حليت عليه لقيته باقي واحد شويه وزدتو 10 دقائق راه ولا هكا. صفيت منه داك الحامض ودوك العويدات ديال القرفه وخليته بات حتى الصباح. راه صباح هكا قاصح وزوين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم.
ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.